في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، من هو اللاعب الذي سجل الهدف الثاني للهلال في مباراة الإياب ليؤكد تتويج الفريق باللقب؟ الاختيارات: سالم الدوسري، أو محمد كنو، أو بافيتيمبي غوميز. اللاعب هو بافيتيمبي غوميز، حيث سجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 93 من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة داخل المرمى ليؤكد فوز الهلال بنتيجة 2-0 وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019. عالمية يا زعيم، عالمية. مبروك يا زعيم، مبروك يا هلال، مبروك.